السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ خلينا نبدأ الأول ونفهم احنا عايزين نعمل ايه النهاردة. احنا عايزين نطبع شكل بسيط عبارة عن 5 صفوف، وكل صف يبقى فيه 5 نجوم. يعني الشكل في الآخر هيبقى زي مربع من النجوم. طب نعمل ده ازاي؟ بص هنا احنا عندنا متغيرين، متغير اسمه اي ومتغير اسمه جي، وعندي حاجة اسمها الاوتر لوب والانر لوب. الاوتر لوب وده المسؤول عن الصفوف، يعني كل مرة بتشتغل، كل مرة عند كل لفة جديدة بتعمل لك صف جديد. لكن الانر لوب دي مسؤولة عن عدد النجوم اللي في الصف الواحد. يعني كل مرة هتشتغل الانر لوب هتطبع لك نجمة في الصف اللي احنا واقفين عنده. تعالى كده نشوف ازاي. عندنا متغيرين زي ما انا قلت اي وجي. اللوب الاولانية اللي هي بنسميها الاوتر لوب، اللي هي مسؤولة عن انها تعمل لك صف جديد، واللوب الداخلية اللي هي الانر لوب مسؤولة عن اللي هي تطبع لك نجمة في الصف الواحد. طب لما نيجي عند الاوتر لوب بتاعتي، الاي هتساوي 1، فلما الاي هتساوي 1 هل الواحد اصغر من او يساوي ال5؟ تمام. اللوب بتاعتك هتبدأ من 1 وتقف لحد ال5. يعني في اللفة الأولى اللي هي الآي عندها بتساوي 1، هنخش جوه الأوتر لوب هنلاقي الإنر لوب. الإنر لوب دي هتشتغل كم مرة؟ من عند الجي بتساوي 1 لحد الجي أصغر من أو يساوي ال5، يعني هتلف 5 مرات. يبقى عند الآي بتساوي 1 الإنر لوب هتشتغل كم مرة؟ 5 مرات. وانا قلت لك ان الاوتر لوب مسؤولة عن الايه؟ الصفوف. فلما نيجي عند الصف الاولاني الجي هتشتغل كم مرة؟ 5 مرات اللي هي الانر لوب، فهيطبع لك النجمة 5 مرات. يبقى لما الاي هتساوي 1، يعني احنا في الصف الاولاني هنطبع الجي لما تساوي 1 هل الواحد اصغر من او يساوي ال5؟ فعلا، فهيطبع لك اول نجمة في الخلية الاولى. بعد كده لما نيجي نزود الجي دلوقتي باتنين، اتنين اصغر من او يساوي ال5 فعلا، يبقى هنطبع نجمة كمان ونجمة كمان ونجمة كمان لحد ما نطبع 5 نجوم في الخمس ايه؟ 5 خلايا. طب تعال نكمل. انا قلت لك دلوقتي خلاص احنا خلصنا اللوب الداخلية، هنعمل بس برنت اف باك سلاش ان. دي فايدتها ايه؟ ان احنا بس بنفصل السطور عن بعضها عشان النجوم كلها ما تبقاش مطبوعة جنب بعضها. يبقى بعد ما الفور لوب الانر تخلص ما تنساش تعمل برنت اف عشان يعمل لك نيو لاين. طب تعالى هنكمل، هنرجع تاني للفور لوب الاوتر. الفور لوب الاوتر دلوقتي الاي هتزيد هتبقى ب2، فهي محققة الشرط لسه تمام. لما الاي بقى بتساوي 2 برضو هنخش كمان مرة جوه الانر لوب. الانر لوب هتلف كام مرة؟ 5 مرات. يبقى عند اللفة التانية، واللي انا قلت لك طالما احنا شغلنا الاوتر لوب كمان مرة يعني معناتها ان انت هتعمل لك صف جديد. لما الاي بتساوي 2، فعند الاي بتساوي 2 الانر لوب هتطبع لك 5 نجوم. لما الاي بتساوي 3 برضو الانر لوب اللي جوه هتطبع لك 5 نجوم، وهكذا اي بتساوي 4، وهكذا اي بتساوي 5. يبقى كده احنا عرفنا ازاي نطبع الصفوف والأعمدة، كل صف يكون فيه 5 نجوم، يعني وصلنا لشكل المربع من النجوم. تعالى على الديف كده وهنكتب برنامج بتاعنا. نعرف متغيرين اي وجي، والاي انا هستخدمها عشان الاوتر لوب بتاعتي هتبدأ من 1، واي اصغر من او بيساوي ال5، واي بلس بلس. بعد كده جوه حدود الاوتر لوب بداية اللوب ونهاية اللوب هنكتب الانر لوب بتاعتنا. j بتساوي 1،
جي اصغر من او بيساوي الخمسة جي بلس بلس، وحدود الفور الداخلية تبدأ من هنا وبتنتهي هنا. كده احنا عملنا نستد لوب اللي هو فور لوب جواها فور لوب. وتعالى نعمل برنت اف. عايزين نطبع شكل النجوم. طب ما تنساش بعد ما الفور لوب دي تخلص عند كل لفة من الاي لازم نعمل برنت اف ايه، برنت اف نيو لاين. يبقى بعد ما الحاجة اللي جوه حدود الفور الانر تخلص هعمل باك سلاش ان عشان يعمل لي سطر جديد بس. تعالى نعمل رن. عمل لك شكل من النجوم 5 في 5، يعني الشكل ده بيتكون من 25 نجمة، لأن الصف بينتهي عند 5 من 1 ل5 والكولوم من 1 ل5، يعني 5 في 5 25 نجمة. طب احنا لو عايزين نغير في الشكل ده مثلا، مش عايزين نطبع نجوم، ممكن تعالى كده نطبع الاي نفسها برسنتج دي كوما اي. وقف الفيديو كده وتوقع الشكل هيظهر ايه. الشكل اللي هيظهر انت عندك في اول لفة لما الاي تبقى بواحد احنا اتفقنا ان الانر لوب بتاعتي هتشتغل 5 مرات. طيب ما انا لما اعمل برنت اف للاي، هو الاي حاليا فيها كام؟ الاي دلوقتي بواحد، فانا هطبع 5 وحايد في الصف الواحد. وهكذا لما اروح للصف الجديد الاي هتبقى ب2، فانا هعمل برنت للاي 5 مرات اللي هي الاي اللي هتبقى الحالية عند اللفة التانية، يعني الاي ب2 ونطبع 2 5 مرات. تعالى كده نعمل رن. بالظبط كده، يبقى وحايد 5 وحايد 5 اتنينات 5 تلاتات وهكذا لحد الايه ال5. طب لو حبينا نطبع الجي، طب عند اللفة الأولى عند الصف الأولاني لما الأي تبقى بواحد، يعني معناتها الصف الأولاني الجي جوه بتتغير 5 مرات بالظبط. يعني أول مرة في أول خلية هيطبع الجي بواحد، الجي بعد كده هتزيد تبقى ب2 3 4 5، يعني في كل صف هيطبع لك 1 2 3 4 5 بالظبط كده. واكمل معاكم في باقي الباترنز بتاعت النجوم في الفيديوهات اللي جايه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.